السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هتكلم مع حضراتكم عن موضوع من المواضيع اللي مش بنلاقيها موجودة كتير في المكتبة العربية أو حتى على اليوتيوب العربي. نظرا لأنه الموضوع مش كتير بيشوفوا إن هو مش محتاج دراسة ومش محتاج إن احنا ناخده بشكل علمي أو نتكلم فيه. الموضوع ده هو التفاوض وإزاي نعرف الأساسيات بتاعة التفاوض وإزاي نعرف ما اتفق عليه العالم والناس اللي درست الموضوع ده كقواعد أساسية للتعامل مع هذا الموضوع. طبعا التفاوض حاجة احنا بنمارسها بشكل قد يكون شبه يومي، بنمارسها مع أطفالنا، بنمارسها مع عائلاتنا، بنمارسها مع زملائنا في العمل، بنمارسها ممكن مع سواق تاكسي بنركب معاه وما بيكونش مشغل العداد، بنمارسها في حاجة بنشتريها من السوق ملهاش سعر محدد، محتاجين ان احنا نتفق على سعرها. فدي حاجة بنمارسها بشكل يومي زي ما بقول، ولكن في الحقيقة بيغيب عننا شوية مفاهيم زي ما قلت محتاجين ان احنا نركز عليها من خلال الفيديو ده. طيب خلينا نشرح الأول يعني إيه تفاوض؟ يعني طرفين، الطرفين دول ممكن يكونوا شخصين، ممكن يكونوا شركتين، ممكن يكونوا هيئتين، ممكن يكونوا دولتين. كل طرف من الطرفين دول محتاج حاجة من الطرف الآخر، وفي نفس الوقت كل طرف عنده حاجة يقدمها للطرف الآخر في مقابل الحاجة دي. فالطرف ده عنده حاجة محتاج إن هو ياخدها من الطرف ده، وفي المقابل عنده حاجة بيقدمها له، والعكس بالنسبة للطرف التاني. الغرض العكس صحيح بالنسبة للطرف التاني، برضو عنده حاجة عايز ياخدها من الطرف الأولاني، والاتنين في الآخر مطلوب منهم إن هم يوصلوا لاتفاق أو لتعاقد أو لديل في المنتصف يحقق المصالح المشتركة للطرفين. ده باختصار عملية التفاوض. ساعات الأطراف ما بتكونش طرفين بس، ممكن يكون في طرف ثالث هنا ممكن يكون موجود، يكون عنده هو كمان مصلحة من هذا الاتفاق، ممكن يدخل كشريك، ممكن الاتفاق يكون بين أكتر من طرفين، ولكن على الأقل احنا محتاجين طرفين علشان نقول إن احنا عندنا عملية تفاوض. طيب خلينا نقول ايه الحاجات اللي دايما بتفشل عملية التفاوض، إيه المسائل اللي بتخلي عملية التفاوض عملية مش ناجحة، وبتخلينا ما نوصلش لنقطة الاتفاق اللي كلمت حضراتكم عليها في النص. اولا الحاجات اللي ممكن تفشل الاتفاق لو الطرفين اصلا مش محتاجين حاجة من بعض، لو كل طرف مكتفي بما لديه ومفيش حاجة محتاجها من الطرف الآخر، فبالتالي مش هيبقى في عملية تفاوض. أنا أتفاوض على إيه؟ أنا مش محتاجك وأنت مش محتاجني. طيب إيه تاني ممكن يفشل عملية التفاوض؟ لو كل طرف من الطرفين دول حريص جدا على إن هو ما يقدمش أي تنازلات من ناحيته للطرف الآخر، ومصمم على إن هو يحافظ على نفس المكان ونفس الوضع اللي هو فيه، ومش عايز يتحرك من مكانه هنا، مش عايز يدي أي حاجة للطرف التاني، فبالتالي مش هيكون عندنا عملية تفاوض. المهم إنه الطرفين زي ما قلت كل واحد يقدم حاجة للطرف التاني في مقابل إن هو ياخد حاجة تانية. طيب ايه الاشكال بتاعت عمليات التفاوض المتعارف عليها؟ في الشكل الشهير اللي بنسميه لوز لوز، انت خسران وانا خسران، وده الشكل اللي عادة ما بنوصلش فيه لاتفاق. يعني انا بفضل محافظ على اللي انا عايزه، مش مستعد اقدم اي حاجة، مش مستعد اتنازل عن اي حاجة، وانت بتفضل محافظ على اللي انت عايزه، مش مستعد تقدم اي تنازل، ففي الاخر ما عملناش اتفاق، انت خسرت وانا خسرت. طيب الشكل التاني المتعارف عليه هو الشكل اسمه I win you lose، بمعنى انت الطرف الاضعف في هذا التفاوض، انت اللي محتاجني، انا اللي معايا الباور، انا اللي معايا القوة، انا اللي معايا القدرة على اتخاذ القرار، انت محتاجني، فانا هاخد منك اللي انا عايزه وفي المقابل مش هديك حاجة، فانا كسبت وانت خسرت. وده اللي دايما متعارف عليه او بما فيما بيسموه
عقود الإذعان اللي ما فيهاش مجال للتفاوض، اللي فيها طرف عنده قوة أكتر من الطرف التاني. الشكل الأشهر واللي كل الناس اللي بتمر بعملية تفاوض بتتمناه هو وين وين. انت تكسب وانا اكسب، احنا الاتنين زي ما بنقول كده في مصر مرضيين، كل واحد فينا خد اللي هو عايزه، وصلنا لاتفاق، انبسطنا، احنا الاتنين مبسوطين، ونجحت الاتفاق. طيب، علشان علاقة الوين وين دي تنجح، ايه الحاجات اللي مطلوب ان انت تعرفها قبل ما تروح للانترفيو؟ خليني اقول لكم حاجة من الحاجات الشائعة اللي احنا بنغلطها في مصر، او يعني ممكن في بلاد تانية، بس يعني يمكن في مصر اكتر، فكرة مين يقول السعر الاول. واحنا بنتخيل بداية ان ده بيدينا فرصة اكبر للتفاوض، فبمعنى لما بتروح تشتري حاجة واحنا الاتنين مختلفين على تسعيرها، مش قادرين نحدد قيمتها ايه، فبنفضل نتعازم على بعض، قول انت، لا قول انت، لا قول انت، لا قول انت. الحقيقة ان ده بالنسبة لقواعد التفاوض دي غلطة كبيرة جدا، لانه دايما في قاعدة اسمها raise the bar، يعني ارفع السقف. بمعنى انه اللي هيقول الكلمة الأول هو اللي هياخد نصيب الأسد من الاتفاق ده، وهو اللي هيوصل لاتفاق كويس. لأن بما إن إحنا الاتنين مش قادرين نحدد إيه قيمة الحاجة اللي إحنا بنشتريها دي، فأنا لما أبدأ من سقف عالي معاك، وليكن مثلا إنه قيمتها الفعلية مثلا وليكن 50 جنيه مثلا، فأنا لو بدأت معاك بسقف عالي إنه هو 100 جنيه، وأنت ما تعرفش قيمة الحاجة دي الفعلية كام، إن هي فعلا 50 جنيه، فانت هتتخيل انه لو انا بدات معاك من 100، لو انت وصلت مثلا ل 70، ان انت كده عملت انجاز، انت نزلت 30% من قيمه الحاجه دي. وقالوا انه في الحقيقه انت ما عملتش حاجه، لانه ستيل انت ما وصلتش للقيمه الفعليه لثمن السلعه او الخدمه دي. فمهم جدا لما ندخل في عمليه تفاوض ان احنا اللي نرمي الكلمه الاول، ان احنا اللي نقول الموضوع الاول. انا بحاول ان انا اقرب الكلام النظري الاكاديميك بتاع الموضوع ده بشكل يكون مبسط. فلو انت داخل في اي عمليه تفاوض، بادر انت بان انت تقول انت عايز ايه، حاول ترفع سقف توقعاتك شويه، وانتظر ان انت تشيل من السقف ده في اثناء التفاوض، هتتنازل عن جزء. طيب، الشطاره في ايه في التفاوض؟ الشطاره ان انا اقدم حاجة هي مش احتياج مهم بالنسبة لي أو احتياج أولي بالنسبة لي، في مقابل حاجة هاخدها من الطرف التاني هتكون ذات احتياج أهم بالنسبة لي، أنا محتاج له. وليكن مثلا أنا عندي وليكن جهاز بلاي ستيشن مثلا، وواحد صاحبي عنده مثلا كورة، وأنا محتاج أروح وأنا عايز ألعب كورة مع أصحابي دلوقتي، بس انا ما عنديش كوره، وزميلي ده او صاحبي ده هو محتاج جهاز البلاي ستيشن وانا مش محتاجه دلوقتي، انا دلوقتي عايز اروح العب كوره، فبديله الجهاز في مقابل الكوره. بحاول اخليها بشكل مبسط جدا. فالفكره ان انا اقدم الحاجه اللي هي مش ذات احتياج مهم بالنسبه لي في الوقت الحالي، في مقابل حاجه انا فعلا محتاجها دلوقتي بشكل مهم. طيب، نرجع تاني. ايه اللي بيخلي عمليات التفاوض ما تنجحش كمان؟ اللي بنسميه ال lack of information او lack of info، غياب المعلومات. لو انت حد بيشتغل في هذا المجال، في مجال التفاوض وإدارة العقود والكلام ده، وانت رايح علشان خاطر تقابل حد علشان تتفاوض معاه على عقد او على سلعة او على خدمة هيقدمها للشركة او المؤسسة اللي انت شغال فيها، فمهم جدا ان انت تكون رايح باكبر قدر ممكن من المعلومات. احنا ده مختلف تماما عن التفاوض اللي بنعمله في السوق او اللي بنعمله في حياتنا اليومية، لانه ده تفاوض مبني على معلومات شخصية، على خبرات شخصية. وكمان تفاوض السوق في اختلاف في الباور، لانه وليكن مثلا الطماطم سلعة متغيرة الأسعار دايما في مصر بين صعود وهبوط، ففي الوقت اللي هتكون السلعة فيه نادرة والطماطم الجيدة قليلة، فبالتالي الباور هيكون أكتر عند البياع، فلما هيقولك الكيلو مثلا ب10 جنيه، أنت ما عندكش فرصة كبيرة للتفاوض، لأنه لو مش عايز ما تاخدش، هو كده كده هيلاقي مشتري.
ولكن العكس صحيح، لو الطماطم موجودة ومالية السوق ومغرقة الدنيا، فانت عندك فرصة، لان هو لان هو مش هيلاقي كتير من الزباين يشتروا منه. فهنا فكرة تحديد الباور بتبقى مختلفة، لكن احنا بنتكلم دايما بتبقى الصعوبة لما بتكون الباور متكافئة او القوة متكافئة ما بين الطرفين، والطرفين عايزين يوصلوا لاتفاق. ايه اللي يخليني اوصل لافضل اتفاق ممكن؟ زي ما قلت، جمع المعلومات. مهم جدا ان انا اجمع اكبر قدر ممكن من المعلومات قبل ما ادخل عملية التفاوض. اجمع معلومات عن الحاجة اللي انا هتفاوض عليها، اعرف هي بتتكون من ايه، بتتعمل ازاي، طريقة تصنيعها وتركيبها وتنفيذها ازاي. اجمع معلومات عن المنافسة، اجمع معلومات عن الناس التانية اللي بتعمل الحاجة دي. هل الشخص اللي انا رايح اتفاوض معاه ده هو الوحيد اللي بيعمل الحاجة دي، ولا في ناس تانية ممكن تكون بتعمل نفس الحاجة دي؟ اجمع معلومات عن، لو قدرت كمان، الشخص نفسه، الشخص اللي انا رايح اتكلم او اتفاوض معاه. الراجل ده كبير في السن، صغير في السن، وضعه ايه جوه الشركة دي؟ هل هو راجل صاحب قرار وهو قاعد معايا هيخلص الاتفاق، ولا ده راجل محتاج يرجع لحد تاني، فانا مش محتاج ان انا اديله كل اوراقي لان هو مش في ايده الكلمة الاخيرة، فممكن اخلي بعض الاوراق عندي اللي ممكن اتنازل عنها واقدمها في عملية التفاوض دي، لكن اخليها المرحله لاحقه اللي هقابل فيها صانع القرار الفعلي في الشركه او في المكان اللي انا رايح اتفاوض فيه. فجمع المعلومات هي اول خطوه. ثانيا، من الحاجات المهمه جدا في عمليه التفاوض فكره الباب المفتوح بقدر الامكان. بما انه انا محتاج الحاجه دي او محتاج الخدمه دي او محتاج السلعه دي او محتاج الشيء ده من الشخص اللي انا بتفاوض معاه، فمهم جدا ان طول ما الاحتياج ده موجود افضل سايب الباب مفتوح. ما اقفلش الباب، ما اقفلش العلاقه، ما اقفلش الموضوع. كل ما بتسيب العلاقه الجيده والانطباع الجيد عند الشخص اللي انت بتتكلم معاه، حتى لو ما نجحتوش في الوقت الحالي ان انتوا توصلوا لاتفاق، ولكن في المستقبل ممكن توصلوا لاتفاق. لكن لو انت قفلت الباب النهارده فانت قفلت الباب كمان للمستقبل. التفاوض يمكن انا بتكلم فيه دلوقتي في الحاجات المتعلقه بعالم البيزنس والاعمال، ولكن مثلا لو بنتكلم في العلاقات حتى الشخصيه او في العلاقات الانسانيه، ساعات كتيره عدم غياب او ساعات كتيره غياب الوعي بفكره التفاوض ممكن يخلينا يأثر على علاقاتنا الشخصية. مثلا مراتك عايزة تسافر وانت معكش فلوس، وفي نفس الوقت انت زيها، انت متفق ان احنا محتاجين نسافر ولكن معكش فلوس. ازاي تقنعها انه نأجل الموضوع ده او نرحله او وفي نفس الوقت ما تعملش مشكلة؟ وازاي هي كمان تكون مستعدة انها ترحل طلبها ده في مقابل حاجة ممكن تاخدها مثلا في الوقت الحالي، زي ان انتوا مثلا تخرجوا وتشربوا قهوة في اي مكان كنوع من انواع التغيير. ففكرة التفاوض بشكل عام قايم على كلمة سحرية اسمها الكومبرومايز، اسمها الالتقاء في منطقة المنتصف. انه احنا الاتنين نحاول نوصل لأرضية مشتركة في النص ترضينا احنا الاتنين، ولو حتى لشكل وقتي، لحد ما نوصل للمنطقة دي في المستقبل بشكل يرضينا على مدى أطول أو بشكل أفضل لرغباتنا اللي احنا كنا عايزينها. موضوع التفاوض كمان مهم، لأنه لو بنشوف احنا كشعوب عربية وكبلاد عربية خسرنا فرص كتيرة على مدار تاريخنا كله. ازاي؟ يمكن ده لأسباب كتيرة، ولكن سبب من أهم الأسباب إن احنا ما كناش على إلمام جيد بالتفاوض. زي ما قلت لحضراتكم من شوية، مهم إن أنت تعرف معلومات عن اللي أنت هتتفاوض عليه، مهم إن أنت تعرف معلومات عن الشخص اللي أنت هتقابله، مهم إن أنت كمان تعرف معلومات عن ما هي الكروت اللي في إيدك المهمة اللي الطرف اللي قدامك ده هيكون محتاجها جدا. تمام. وايه الكروت اللي في ايد الطرف التاني اللي هو انت محتاجها جدا ومحتاج ان هو يتنازل ويقدمها لك. بس المامك بمصادر قوتك مهمة جدا، والمامك بنقاط قوتك مهم جدا جدا جدا. انت لو مش عارف نفسك مش هتقدر تتفاوض على الحاجة اللي قدامك، او ممكن هتسلم كل اللي عندك واللي قدامك هياخد كل حاجة. انت لازم تبقى عارف نقاط قوتك ايه. ممكن تكون نقطة بالنسبة لك انت هايفة لكن هو محتاجها جدا، فالمهم ان انت ازاي تخليها للتوقيت المظبوط
اللي تقدمها فيه في وقت يكون هو خلاص محتاج الحاجة دي. وده بياخدنا لفكرة إدارة الوقت في عملية التفاوض، مهم جدا 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 جدا. واستخدام عنصر الوقت، لأنه هي زي يا جماعة يعني زي نوع من أنواع، خلينا نقول المعارك السوفت أو المعارك الخفيفة. في الملاكمة مثلا في جولة ممكن تخلص بالضربة القاضية، أو في مباراة ممكن تخلص بالضربة القاضية، وفي مباريات بتخلص في الجولة ال 12 وال 13 بعد ما بيكون الطرفين خلاص انهكوا. فمين عنده نفس أطول؟ مين مستعجل قوي وعايز الحاجة دي دلوقتي قوي؟ ومين يقدر يصبر شوية؟ فلو انت الطرف اللي قادر تصبر شوية ممكن تلعب على عنصر الوقت. المهم زي ما قلت جمع المعلومات وإلمامك الكامل بكل عناصر الموضوع اللي انت رايح تتكلم عليه. واحنا النهارده في عصر المعلومات زي ما دايما بنقول، كل ما هيبقى عندك معلومات اكبر كل ما هتبقى قادر تاخد قرار بشكل افضل، وكل ما هتبقى قادر توصل لاهدافك بشكل افضل بكتير. الفيديو ده ملخص او مدخل للموضوع ده، واتمنى لو حابين نتكلم فيه تاني في نقاط تانية اتمنى تشاركوني في التعليقات، واتمنى تشتركوا في القناة، واتمنى باقي فيديوهات القناة تنول اعجابكم ورضاكم. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.